خلينا متفقين ان محدش بيصور خيبته، بس انا بصورها عادي، ما عنديش مشكله، عندي روح رياضيه ما شفتهاش في حياتي. وده على فكره يعلمنا ان مش كل حاجه لازم تبقى ماشيه بالمسطره. يعني عادي لو حاجه جلت منك، عادي لو حاجه باظت منك، عادي ان انت يحصل فيكي اي مقلب، حتى لو انت اللي اتلخبطتي في الخطوات، حتى لو زي الفيديو هنا مش انا اللي اتلخبطت بس كان في منتج هو اللي في المشكله. المهم الخلاصه يكفيني ان انا وقفت وتعبت، كان عندي نيه ان انا اساعد او اسعد يعني بيتي وولادي، فحتى لو غلطت برضو يتقال لي شكرا، معلش تقدير لتعبي، انا واقفه وبفكر اعمل لكم ايه وتعالى اعمل لكم حاجه حلوه ونشرب شاي بلبن، والكلمتين دول يتقال لي شكرا يا ست الكل. ده اللي انا خليت ولادي يقولوه لي، كنت عايزه اخلي ولادي يقولوه لي بس هم للاسف انا بعت لهم الفكره، بعت لهم ان دي مش كيكه بايظه، لا دي كيكه بسبوسه، تعالى اقول لكم عملتها ازاي. بالصدفه البحته مليكه كان نفسها بسبوسه الصبح، فانا قلت لها ماشي هعمل لك، وجيت بالليل اليوم كله اتشغلت يعني ما جبتش المكونات، وجيت بالليل قلت هعمل كيكه وخلاص. فلما ما ظبطتش قلت لها بصي عملت لك ايه، كيكه وبسبوسه عشان مالك قال عاوز كيك، فانا اكيد رضيت الاثنين. يعني اتفقنا ان محدش بيصور خيبته، بس انا يا جماعه صورتها. فيديو كيكه المعتاد بتاعي يمكن انا بعمله كتير، بس هو انا دايما بقدم فلوج. يعني ايه فلوج؟ يعني يوميات انا بعمل ايه في يومي، ففي حاجات وانا في الشغل، وفي حاجات وانا في البيت، في حاجات وانا مع ولادي، وانا بعمل كيكه كتير جدا. عمري في حياتي عشان ما اكونش ببالغ يعني ممكن تبقى مره انا مش فاكراها ولا حاجه، او مرتين انا مش فاكراهم، يعني طول حياتي انا بعمل كيكه من وانا عندي 19 سنه يا جماعه، عمرها ما باظت مني. تمام. فانا النهارده مالك وهو نازل هو واخته كانوا نازلين عندهم درس، مالك قالت عايزه بسبوسه ومالك قال عايز كيكه، فانا اقنعتهم ان انا عملت لهم كيكه بسبوسه في نفس الوقت. ليه؟ تعالوا شوفوا الفيديو للاخر وانتوا تعرفوا هي ازاي اتحولت من كيك لكيك بسبوسه. شايفين السمنه البلدي دي كلها؟ شايفين ما رضيتش احط زيت، قلت لا سمنه بلدي مفيده وصحيه عشان الزيوت المهدرجه هتبوظ الدايت والحاجات دي. احنا حطينا 3 2 1 3 كوبايات دقيق، كوبايتين سكر ناقصين شويه صغيرين، ممكن في ناس بتحط كوبايتين على الاخر مليانين على الاخر، بيخلي الوش بيلمع وبيخليه جميل، بس انا بحبها اقل سكر عشان اعرف اشربها مع الشاي بلبن. 3 2 1 قلنا 3 دقيق 2 سكر 1 سمنه، برضو هي 1 الا شويه سمنه، بس انا كنت حافظاها من وانا صغيره كده. والمفاجاه الكبرى، الكارثه انا كنت جايبه اكياس بيكنج باودر وكنت مفضياها في برطمان عشان كان عندي اكياس كتير، قلت بدل ما احتفظ بيها في كيس احتفظ بيها في برطمان تبقى احسن وبتاع وكده. المهم يا ريتني ما احتفظت بيها، سيبوها في كاس يا جماعه، سيبوا الكاس شكلها حلو ان شاء الله، مع ان شكلها كان حلو، المهم تبقى قوامها حلو. اعتقد ان هو ده اللي كان بايظ فما نفش الكيك. بصوا احنا هنحطها عادي جدا، هندهن الصينيه، هنبدرها، نديها تبدير الدقيق كده، ايوه كل حاجه كما قال الكتاب. انا كل اللي صعبان عليا يا ست انت وهي كوبايه الزبده السمنه البلدي اللي انا حطيتها، يا ريتني ما عملت لا انا مش شايفه. انتوا عارفين هي طعمها سمنه بلدي صافي ما نفشتش، فطعم السمنه باين قوي 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 بطريقه غريبه. بصوا هنا انا الوش مش راضي يتحمر، فتحت عليها الشوايه وقعدت الطم في صمت كده ما كملتش 10 ثواني، فتحت عليها الفرن لقيتها لونها غمق اكتر ما هو كان، يعني كانت يا دوبها صفرة غمقت، يعني كمان ما نفشتش واتحرقت، يعني كان ناقصه اسقيها والله. بصوا المفاجأة هتتبسطوا، اتفرجوا للآخر. 3 2 1 اوبا مفاجأة. انا مش عارفة ده حصل ازاي. ايه ده ايه قد كده قد كده، مش المفروض تبقى قد كده، قد كده لا ايه ده، ايه رأيك بقى يا لولي؟ حلوة؟ طعمها بسبوسة، ما هي دي كيكة بسبوسة في نفس الوقت. حلوة؟ بجد حلوة؟ بجد ايه رأيك يا ميكي؟ جامدة. ايه رأيكم في الكيكة؟
البسبوسه جامدة. دي كيكه بسبوسه، كيكه نوع جديد اول مره اخترعه. حلو بجد، حلوه. باي بقى.